رجاله نص نص. هات كوبايه الشاي وتعالى نتكلم. طبعا انت عارف ان في حاجات تخص الستات وحاجات تخص الرجاله. متفقين؟ متفقين. بس تقولي لو قلت لك ان حاجات الستات دي اصلا ما كانتش حاجتهم. وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بص يا سيدي، طول عمرك انت عارف ان الكعب حاجه تخص الستات، بس عمرك تخيلت راجل بكعب؟ اجابتك طبعا هتكون لا. بس لا، انت الكعب اصلا للرجاله. بدات الحكايه في القرن العاشر بان الفرسان في ايران اول من لبس الجزمه بكعب، ومش من باب الشياكه ولا حاجه. الموضوع كله ان الكعب كان بيسهل على الفارس يبقى موزون على ظهر الحصان عشان رجله ما تتزحلقش وتبقى ثابته، فيبقى امهر في انه يرمي الاسهم في المعارك. وكان وقتها بتربط ما بين ايران واوروبا علاقه تجاريه قويه جدا. وكان في واحده من الزيارات للشاه اسماعيل الاول حاكم ايران اللي كان جاي له جماعه من الاوروبيين في قصره، شافوا انه لابس كعب وده كان امر غريب عليهم، بس حسوا فيه بهيبه وطول وقوه. وطبعا عشان كان بيلبسوا الفرسان في المعارك كان رمز الرجوله. وابتدت من هنا الافكار دي تتسرب للغرب، اللي بدات الطبقات العليا في المجتمع من الرجاله تلبس الجزمه بكعب. وكل ما كان الكعب اعلى كل ما كان الدليل على ان الراجل ده صاحب نفوذ وفلوس، لانه كان بيتعمل مخصوص وما بيقدرش على تكاليفه الناس البسيطه. وعجبت الفكره دي اخوك، واسمح لي اقول لك اخوك وسط الكلام، يعني الملك لويس ال14 اللي اتهوس بالكعب، وخصوصا انه كان قصير، فبقى يلبس الكعب عشان يزيد نفسه طول وهيبه، ومنع اي حد يلبس الكعب من الرجاله الا رجاله معينين من الناس اللي تخصه. ما هي مش كلها قله قوم، ما تصغروناش. وفعلا بقى اللي يلبس الكعب رجاله معينه. وعشان الكعب زي ما قلت لك رمز للرجوله، بقوا يلبسوا تحت منه شرابات طويله وضيقه علشان تبين شكل سمنه الرجل، فتبين عضلاتهم وتزيد من رجولتهم. وبعدين بقى الكعب عملي جدا وقتها، وده لان شوارع اوروبا كانت قذره جدا زي ما حكيت لك في الحلقه اللي فاتت، تروح شوفها. فكان الكعب ده بيحافظ على هدومهم تفضل نظيفة لأنها مش بتلمس الأرض. وكان بيقول الكعب ده إن الراجل ده مش أي حد، وإنه معنى إنه لابس كعب فالراجل ده مش فلاح ولا بيمشي يشيل حاجات كتيرة، فأكيد من الأعيان. وهنا بدأت الستات تاخد بالها، ما في حاجة هي ممكن تخليني أمشي في الشارع من غير ما تتوسخ هدومي. وبدأت تشارك الستات في لبس الكعب، وبقى ستات ورجالة بيلبسوا الكعب. وطبعا عشان الستات لازم تحط التاتش بتاعها، في عصر النهضة في البندقية الستات كانت بتلبس كعب 20 بوصة، وده رقم كبير جدا. واتحط قانون مخصوص بيقول إن آخرهم في الكعب 3 بوصة، لأن 20 ده كتير جدا وممكن يوقعهم في خطر الوقوع في الشارع. والكعب ما يزيدش عن نص بوصة لو كانت الست دي من عامة الشعب. طيب أمال إيه اللي خلى الرجالة تبطل تلبس كعب؟ ما شاء الله عليك، بقيت بتسأل أسئلة في مكانها. بعد الثورة الفرنسية اللي كانت واحدة من أسبابها إن الناس زهقت من الفروق الاجتماعية، وإن الأغنياء في وادي والفقراء في وادي تاني. أول حاجة حصلت إن الناس سابت كل حاجة بتفكرهم بالملك، الله يحرقه هو وجماعته، فسابوا الكعب واللبس اللي باين عليه الصرف. وبدأت الموضة تروح ناحية البساطة. وفي أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ونزول الستات للمصانع علشان تشارك في الشغل، بقى الكعب مش عملي قوي وكمان مرهق فترة كان شوية. طيب أمال ليه الستات بتلبسوا لحد دلوقتي؟ لأنه في نفس الوقت ده صور المجلات اللي كانوا بيشوفوها الجنود وهم في فترات الحرب لستات مثيرة، ودايما كانوا بيكونوا لابسين كعب. فبدأت تتربط في دماغ الرجالة إن الكعب ده للستات علشان بيبانوا بالشكل ده بشكل جذاب أكتر، وإنه بيساعد إنهم يكونوا أكثر إثارة، وخصوصا فترة مارلين مونرو واللي كانت أيقونة للإثارة. فالرجالة كبروا دماغهم خالص وبقت الستات هي اللي بتتعمد تلبس كعب علشان تبان أكثر أنوثة وجاذبية. وبكده بقت الرجالة اللي لا مؤاخذة بكعب كانوا أرجى الرجالة، مش زي ما أنت تعرفهم النهاردة إنهم نص نص. قولي أنت بقى رأيك في الكومنتات لو الموضة دي رجعت تاني. لو كنت بتشوفني على الفيسبوك اتأكد إنك عامل لايك وشير، ولو كنت على القناة على اليوتيوب اتأكد إنك عامل اشتراك في القناة. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.